بقول لك ايه يا باشمهندس، تعرف ان اي حد معاه موبايل ممكن يكون مليونير؟ معاك حق يا حاج عطيه. السوشيال ميديا مش بس صور فيديوهات، ده سوق كامل، بس اللي هيستخدمها صح هو اللي هيكسب. طب وايه الحكايه يا باشمهندس؟ لازم اكون مشهور عشان انجح؟ شوف يا حاج عطيه، السوشيال ميديا اهم ادوات التسويق لاي براند سواء كبير ولا صغير. ليه؟ لانها هتوصل لعدد كبير ضخم من العملاء، وهتديك فرصه ان انت تتواصل مع عملائك بشكل مباشر، وهتوفر لك كمان فلوس مقارنه بالاعلانات القديمه. خلينا اديك مثال، لو عندك مطعم ممكن تعمله صفحه على الانستجرام وتصور الاكل بتاعك بشكل حلو وتعمل عروض بسيطه والناس هتيجي لوحدها. المهم ان الفيديوهات تكون متصوره بكواليتي كويسه وجذابه. يعني انا لو معيش ميزانيه كبيره طب اعمل ايه؟ هو ده السر. السوشيال ميديا هتديك فرصه ان انت تبدا صغير، لانك ممكن تبدا ببوستات بسيطه او شويه فيديوهات وتستمر مع الوقت. المهم يا حاج عطيه انك تكون صادق في اللي هتقدمه وتفهم الجمهور اللي انت هتكلمه. يعني يا باشمهندس السوشيال دي مضمونه؟ يعني هو ما اعمل فيديوهات بدل ما انا قاعد اشتكي من قله الزباين؟ بالظبط كده يا حاج عطيه. فعلمك انا بفكر اعمل لك صفحه اسميها الحاج عطيه براند. طب ما يلا بينا نعمل صفحه يا باشمهندس. لا يا عم انا مش فاضي لك حاج عطيه، خلينا نتوكل على الله.